فين يبان شي نصيري ولا فينيسيوس؟ الكتاب غادي يوريك كيفاش تكون ملياردير في المغرب في 3 ايام فقط. اييه، هذا الشيء راه ماشي طلامس وماشي سحر اسود، هذا راه السر اللي ما يقدر حتى شي واحد يوريه لك. يلا نشوفوا هاد الاسرار. السر الاول هو ان تكون لديك شركات في جميع المجالات. السر رقم 2 هو ان تكون مقربا من رئيس الحكومة لكي تصبح وزيرا. السر رقم 3 بعد أن تصبح وزيرا شارك في صفقات الوزارات الأخرى بشركتك. السر رقم 4 هنيئا لك لقد أصبحت ملياردير على سلامتك. طبعا هذا الكتاب ما فيش كثرة الهضرة، كتاب كيجيك من الأخر كيشرح لك كيفاش خاصك تكون وزير باش تولي مليونير. تصوروا معايا أن وزير في هذه الحكومة عنده شركة ديالو كتفوز بصفقة من وزارة أخرى بملايين السنتيمات. تصوروا معايا ايضا ان رئيس الحكومه الشركه ديالو كتفوز بصفقه لتحليه مياه البحر وكتاخذ الدعم عن هذه الصفقه مخرجها الحكومه. نزيدكم، تصوروا معايا ايضا ان وزير عنده شركه ديال السيارات فاز بدعم حكومي على المشروع ديالو. ما كفاهمش التعويضات ديال الوزاره، ما كفاهم الاواني الزجاجيه، ما كفاهم التعويضات على السكن ولا على اللبس ولا على حتى شي حاجه، طامعين حتى في الصفقات ديال الدوله التي تمول من المال العام. طبعا هذا الكتاب غادي يجيكم غريب، هو كيف ان تصبح وزيرا او مليونيرا في المغرب على وزن كيف تتعلم اللغه الانجليزيه في 7 ايام. احنا درنا لكم او في 3 ايام. اليوماتيه ايضا كيف تتعلم أن تصبح مليونيرا في المغرب في 3 أيام فقط. يكفي فقط أن تكون وزيرا في هذه الحكومة التي تعتبر في نظري من أسوأ الحكومات التي مرت في تاريخ المغرب. هذه الحكومة التي يتبادل يعني أشخاصها أو أعضاؤها المصالح والمنافع. دوز لي ندوز ليك في صفقات واضحة للأسف وأثيرت في البرلمان مؤخرا. وبدل ما نديروا لجنه لتقصي الحقائق فيما قيل داخل البرلمان، دائما كنخرجوا بيانات وكنحاولوا نكذبوا. من البدايه قلنا على انه هذه الحكومه هذه ديال رجال اعمال، ونحن ما عندناش مانع ان رجل اعمال يكون رئيس حكومه ولا يكون وزير، ولكن يجب ان يكون بعيدا عن المال العام، ويجب ان تكون شركاته في منأى وبعيده عن المال العام. ما يمكنش تكون هنا وزير او رئيس حكومه وعندك مشاريع وعندك مصالح وعندك شركات وعندك بزاف. هنا راه ما كنعرفوا اي متى يتوقف رئيس الحكومه ومتى تبدا المقاوله. نفس الشيء بالنسبه لبعض الوزراء في هذه الحكومه اللي حولوها للاسف الشديد الى صفقات عموميه كيتبادلوها. وهذا الشيء ما بقاش سر، كنا كنعرفوا وكنا كنقولوا. هذه الحكومه هذه راه حولت لنا الحكومه نفسها الى مقاولات تتوزع فيها الغنائم والمنافع في ضرب صارخ للدستور وفي ضرب صارخ لكل القيم التي نعيش عليها واللي خاصنا نتفاهموا عليها. اليوم الا بغينا نتكلموا بصراحه، والمفروض على انه نتكلموا بصراحه وبجرأه، البرلمان يجب ان يضع لجنه لتقصي الحقائق فيما قيل، ونقولها ونأكدها. لا يعني على اننا نحن اللي في الاغلبيه أننا وقعنا ميثاق أو شيك على بياض، هذا راه لا يعني احنا مع الأغلبية، ولكن مع الأغلبية فيما يتعلق بمصالح المواطنين. وملي كتعارض هذه المصالح هذه، وملي كنشوفوا واحد كيعطي راسو يهز من المال العام ويعطي راسو ويحول صفقة، وزير يحول صفقة لصاحبه، هنايا راه ما بقاش أغلبية، هنا راه ما بقاش لا معارضة ولا أغلبية. يجب أن نتحول جميعا إلى معارضين، ويجب أن نتحول جميعا باش نوقفوا هذا الشيء ديال الهدر المال العام وديال المنافع اللي كنشوفها كتوزع يمينا وشمالا. ما خصناش نبقاو ساكتين كبرلمانيين، سواء داخل الاغلبيه وسواء داخل المعارضه. الى عاد هذا الشيء حق نعرفوه، والى عاد هما اللي كذوب يخرجوا يكذبوه، يعطونا الادله والحق والوثائق التي تكذب هذا الشيء اللي قيل، لانه راه حشومه. احنا دابا مقبلين على السياق بزاف، كنقولها وكنأكدها. هناك دائما من يفسد الحفله، دائما كاين شي واحد كيريب لك الحفله. اليوم نحن الحمد لله عشنا على مدار هذا الشهر كله افراح في عيد المسيره، افراح بالقرار 27 97، افراح بان الحكم الذاتي هو الاساس الوحيد للتفاوض. هذه قضيه وطنيه كبيره خاصنا نوجدوا لها السياقات، نوجدوا لها نخب، نوجدوا لها عقليات، نوجدوا لها مقاربات، نوجدوا لها بزاف د الحوايج. في نفس الوقت كنلقاو واحدين كيجرونا اللور
وكيعطونا للاسف الشديد دي ميساج ماشي مزيانين، دي ميساج كتدل على انهم كيقلبوا غير يعمروا جيوبهم، يعمروا لي كونت ديالهم، وهذا الوطن بالنسبه لهم صاله انتظار ترونزيت يحلبوا منها قد ما حلبوا، وغدا غادي يشدوا الطياره ديالهم ويمشوا، واغلبيتهم والله اعلم عنده جنسيه اجنبيه. حنا راه ما عندنا جنسيه، حنا عندنا جنسيه واحده هي مغربيه، وعايشين في هذه البلاد ولنا الحرقه على هذه البلاد هذه، وكنقولوها لكم وكنأكدوها لكم. السياق اليوم يتطلب اننا نكونوا حذرين ونكونوا في نفس الوقت يقظين، ولا شي واحد دار هذا الشيء خاصو يقدم استقالته، لانه لا يعقل على ان الدستور يحث على ربط المسؤوليه بالمحاسبه، ويتحدث في 36 عن تنازع المصالح، ونجيو نأكد ونرد ونقولها بصريح العباره على وزير العدل مع كامل الاحترام والتقدير الذي تحدث عن يعني انه الفساد لا نراه ولا يمكن القبض عليه، وكانه شبح خفي لا يمكن لاحد انه يقد يشدو ولا يقد يتكلم عليه ولا يقد كاع يقبضوا. ايا حنا هو عارفين على ان كاين فساد لا يمكن اثباته ولا يمكن، ولكن اسمح لي ونتكلم معك بهدوء ونناقشكم كاملين كحكومه. ملي كتوقع شي حاجه كتستدعوا القانون الجنائي دائما، وكأن القانون الجنائي أو القاعدة القانونية المسؤولة عن إصلاح أعطاب المجتمع. كنتكلم وكنقول على أنه الأمر الأول يتعلق بالقيم وبالأخلاق ديال الفاعل السياسي، خاص تكون عندك أخلاق أولا، وتكون منظومة القيم ضابطاك، ويكون عندك ضمير وتبغي هذه البلاد. هذيك الساعه لا تحتاج الى القانون الجنائي ولا اي قاعده قانونيه، ولكن باش يجي واحد يقول لي راه ضروري ندبر كل الكوارث اللي واقعه في المجتمع، فين ما وقعت شي مصيبه يقول لك نجيب القانون هو اللي غادي يداويها. القانون راه ما غادي يداوي حتى شي حاجه الا ما داويتي اعطاب المجتمع، ولا ما داويتي النخب السياسيه، ولا ما غيرتي النخب السياسيه، ولا ما طلعتي نخب سياسيه عندها القلب على البلاد وعندها الحرق على البلاد، ونخب سياسيه نظيفه. وهنا نرجع وغادي نقول نمشي معك في الطرح ديالك ونقول لك الفساد لا يمكن القبض عليه ومتخفي وصعب وكذا، وإلا شديته عكر لي، مع أن هذا الكلام لا يليق بمؤسسة دستورية، لأن لكل مؤسسة يعني كلامها، الشارع له كلامه، البرلمان له كلامه، الجامعة لها كلامها، دار الأوبرا لها كلامها. ولكن نمشي معاك بعيد وكنقول لك على أنه كاين قانون الإثراء غير المشروع اللي سحبته من البرلمان، واللي مجموعه من الدول العربيه دايره للاسف. تونس دايره عندها الماده 22 ماده متقدمه، وسير رجع لها القانون 46 2018، سير رجع له وقراه. تونس دايره، موريتان دايره، الجزائر دايره، فلسطين دايره، مجموعه من الدول، دول امريكا اللاتينيه، الارجنتين عندها تجربه كبيره، اسيا، افريقيا، رواندا دايره، مجموعه من الدول في افريقيا التي كنا نعتبرها دولا متخلفه دائره القانون ديال الاثراء غير المشروع. واجمل ما في هذا القانون هو انه يقلب على الاثبات على المتهم ويثبت الثروه ديالو عادي جدا. انا غنتكلم معاك ونشرحها لك بسيطه جدا. انا هاد الدار قاعد فيها ديالي في ملكي مزيان، كنت رئيسا للجهه. هاد الدار واش شريتها قبل ان اكون رئيسا للجهه او بعد ان اصبحت رئيسا للجهه؟ الى ثبت انني شريتها من بعد ما توليت رئيس للجهه، جي قول لي يا اخي فين جبتي الفلوس باش شريتيها؟ سهله واضحه الامور، ما تخلع ما بقاوش نخوفوا المغاربه نقول له لا راه غير الا لبستي كرافه زينه ولا غادي يقول لك لا. واش انا مسؤول كندخل المسؤوليه كنصرح بالممتلكات ديالي، من بعد كتولي عندي الفيلات والسيارات والعمارات من فين جبتهم؟ تو سامبلومون نثبت مصادر الثروه ديالي، ما كاين حتى مشكل. ما كاين الا اثبتتها وانني شريتها بالعرق ديال الجبين ديالي او ورثتها، القانون هنا ما غاديش يتكلم معك. ولكن الى انا خرجت ولقيتيني وكنت رئيس جهه لمده 4 سنوات، ولقيتي لي كونت ديالي عامل، ولقيت عندي العمارات وشي سميت المراه وشي سميت الطافلات وشي سميتي انا هي خاصني نتحاسب لانه هذا اثراء غير مشروع على حساب المال العام. ما بقاوش نعاود ياك بغيتوا القانون يعالج، علاش سحبتي قانون الاثراء غير المشروع؟ علاش ما جبتوا قانون المسطره الجنائيه؟ غادي تجيبوا القانون الجنائي، غادي تجيبوا مجموعه من القوانين الا هذا القانون. يا سبحان الله، هذا القانون بعبع. ايوا هذا القانون راه هو السي محمد هو اللي غادي يحيد لنا كيف تصبح مليونيرا في 3 أيام. الوزير او المسؤول او المنتخب او غيره اللي دخل اي وظيفه كيفما كانت او مسؤوليه انتدابيه كيخرج ما كنقولوا له من فين جبتي هذا الشيء؟ واش ديالك ولا ديال المال العام؟ وراه خاصنا ننظفوا البلاد وخاصنا نعرفوا على انه فعلا كلفه الفساد كاينه سيد الوزير، كاينه، وعطلت بناء العديد من المستشفيات، وعطلت بناء العديد من المدارس والجامعات وغيرها.
ما بقاوش نغطوا الشمس بالغربال ونخلعوا الى جبل القانون غادي يقول لي ما قايل لك حد شي حاجه، والله وتكون ديالك ما يتحاسب معك حتى شي واحد. القانون راه ماشي غبي غير غادي يجي ويبقى يجبد في عباد الله، الا اللي على راسه بطحه كما كيقولوا، كما كنقولوا بالحسانيه، ولا بالدارجه، ولا اللي فكرش نقولوا بالحسانيه اللي ما فكرش العظام ما يرادس، وليد الماء يمد السمام مات غير هاد التراب. الا ما عندك شي حاجه خرج سيدي بوجهك احمر. انا كنت في المسؤوليه لمده 6 سنوات و5 سنوات، خرجت هاني، دخلت هاني وخرجت هاني، كنشرحوا الممتلكات. ها الممتلكات ديالي جيت تحاسب معاك. هكا البلاد غتمشي لقدام. كنضيعوا فرص كبيره على البلاد ديالنا، كنضيعوا فرص كبيره على الشباب ديالنا، كنضيعوا فرص كبيره ديال التنميه، ما كنساهموش في الحقيقه في تنميه البلاد ديالنا، وكنجروها اللور. جلاله الملك يحاول يطلع، جاب مجموعه من الرهانات، الحكم الذاتي، كاس العالم، غيره من الرهانات. هل هاد النخب السياسيه اليوماتيه اللي كتتكلم في البرلمان واللي كنلقاوها وزراء وغيرهم، واش هاد النخب هذه غادي نبنوا البلاد وغادي نشدوا كاس العالم وغادي تكون عندنا حكومه في 2026 وكل شيء كيتضارب باش يكون؟ والله الا كنتوا نتوما الا كنتوا نتوما فعلا الذين ستسيرون الحكومه ديال 2026 حتى 2031 وكاين رهانات كبيره، والله العظيم انا اضع يدي على قلبي وكنقولها، اضع يدي على قلبي واخشى على هذا الوطن واخشى على المغرب. بلادنا فيها مجموعه من المؤهلات ديتها غاديين بها ما عرفت لفين، لانه تبادلوا الصفقات، تبادلوا المصالح، تبادلوا لا. وكتخلعني بالاثراء المشروع. يجب ان ياتي هذا القانون الى البرلمان ونناقشوه ونديروا فيه سيدي، نديروا بحالنا بحال الدول. واش احسن من تونس؟ احسن من الجزائر؟ موريتان؟ فلسطين اللي كتعيش تحت الحرب وتحت الاحتلال ودايره هذا القانون، غيرها من الدول. رواندا دايره هذا القانون، غيرها من الدول. رجع معايا وقرا الترسانه القانونيه ديال مجموعه من الدول، سير الانظمه المقارنه وشوفها ليا وجيبها ليا. ولكن باش نتكلموا دائما تبقاو تخلعونا وتقولوا والله الفساد ما نشدوا، والفساد واضح، راه كاين وواضح وضوح الشمس، راه ما خاصو شي واحد يقلب له. واش داز 1300 مليار ما كانش فساد ديال الفراقشيه؟ ما كانش فساد. غيرها المخطط الاستعجالي اللي تكلم ما كانش فساد. اش نسموا هذا؟ ما نسموه، ماذا نسميه؟ وسموا الاشياء بمسمياتها. احنا اليوم في مرحله تاريخيه مصريه يجب ان نصارح فيها الوطن ديالنا، وخاصنا نديروا مصالحه مع الوطن ديالنا ونقادوا الامور ديالنا الا بغينا نمشيو لقدام. عندنا رهانات كبيره صاحبي، وفهموها، افهموا الميساجات ديال صاحب الجلاله، افهموا الخطابات ديالو، افهموا الرهانات اللي جاياكم. راه جايكم رهانات كبيره جدا. الا بغيتوا تنزلوا على ارض الواقع راه ماشي بهذه العقليات وماشي بهذا التفكير وماشي بالخوف من القانون اللي انتم كتجيبوه وكتناقشوه. الا ما خصناش نخافوا من القانون. اللي ما دار شي حاجه ما يخافش. اليوم درتوا كل شيء، ما فهمتش انا والو. التعليم للاسف الشديد سلعتوه. اليوم كنعيشوا ازمه داخل الجامعه المغربيه. اللي عنده الفلوس يخلص ويشد الدبلوم ويشد الماستر ويشد الدكتوراه في ضرب صارخ لمبدا تكافل الفرص وفي ضرب صارخ لمجانيه التعليم. الجامعه ماشي خاصه، جامعه عموميه يقرا فيها اولاد الشعب ويقراوا فيها الموظفين حتى هما يخلصوا. وباش نطبعوا الدبلومات ونعطوهم بالفلوس، نقرب الفلوس. عيب وعار. معالي الوزير المحترم، يجب مراجعة كل هذه الأمور، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية. ونقولها ونأكدها. راه السيد الوزير القانون وحده، سواء القانون الجنائي ولا غير من القوانين، راه لا تحل مشاكل المجتمع. مشاكل المجتمع كيحلها العقليات، كتحلها نظافة اليد، كيحلها اللي عنده تصور للبلاد ديالو. وفي البدايه والنهايه يحلها الضمير قبل القانون وتحلها الاخلاق قبل القانون. القانون ينظم يضبط. وإلا كنتو كتقولوا نحلوا مشاكل المجتمع بالقانون، جيب لنا قانون الاثراء غير المشروع ونفكوا مع هذا المشكل ديال تنازع وتضارب وتناطح المصالح اللي كنعيشوه اليوماتيه، والذي عطل البلاد ديالنا وغادي يعطلها. وكنقولها وكنأكدها وكنرجع باش نختم. السياق راه متغير وخاصو يتغير، لاننا مقبلين على رهانات عيب الله. خصنا نفهموا علاش مقبلين، كنقولها وكنأكدها. راه بهكذا نخب وبهكذا عقليات وبهكذا تصرفات وبهذا الشيء اللي كديروا راه لا يخدم الوطن ديالنا ولا مستقبل الاجيال ديالنا ولا الرهانات الكبرى التي اتى بها صاحب الجلاله بدبلوماسيته وبالدبلوماسيه ديال وزاره الخارجيه وبمؤسسات الدوله القويه، واللي انتم باقي ما فاهمينش. والنخب غنكونوا حتى نحن في مستوى اللحظه التاريخيه، والا ما كنا في مستوى اللحظه التاريخيه نرجعوا للور ونقدموا استقالتنا، وعلى البرلمان يتحمل مسؤوليته. نقولها ونأكدها. وهذا الكلام اللي تقال يجب ان نفتح فيه لجنه تقصي الحقائق لنعرف واش كاين ولا ما كاين. اما باش نغطوا الشمس بالغربال ونتجاوزوا
ونتجاو ونتعاملوا بمنطق كم حاجه يعني تركناها، ولا كم حاجه قضيناها بتركها، بحال 1300 مليار ديال الشناقه. تحياتي لكم والسلام عليكم. واسمحوا لي الا تكلمت بحرقه لاني كنشوف شي حاجه كتبقى فيك، ولكن للاسف هذا جهدنا، راه كنتكلموا وكنقولوا وكننبهوا، ومهمتنا هي ندقوا ناقص الخطر ونقولوا على ان البلاد ديالنا والوطن ديالنا والملكيه ديالنا خط احمر، واللي قد يعاونها بنظافه اليد، يعاونها بزاف ديال الحوايج. ما هو ذا اللي قلت لكم ضريك. تحياتي لكم والسلام عليكم.